السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في قناة بنت بابا هانت. أتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بوصفة أفخاذ الدجاج من قوة بنتها، راح تاكلوا سبعتيكم من وراها. تابعوها وتجربوها على طريقتي، ما تبخلوناش بلي زابوني. نبداو على بركة الله. أول حاجة راح نغليو 3 حبات بطاطا يكونوا كبار، قطعتهم مربعات هكا، نحطهم في كسرونة فيها الماء بارد، ونحطو عليهم مغرف صغيرة تاع الملح ومغرف صغيرة تاع الكمون باش البطاطا ما طيبلناش صامطة، ونخلوهم يتغلاو. من كوتي واحد اخر في كسرونة نحطو حبة بصل تكون صغيرة سكرفشتها، و3 سنينات تاع الثوم، لي زيبيس لي هما تابع الدجاج، راس الحانوت، بابريكا، فلفل كحل والملح. نحطو معاهم 3 مغارف كبار تاع الزيت ونتكتكوهم مليح. بعد نحطو معاهم مغرف كبيره تاع طوماطيش مصبره ونزيدو نتكتكوهم ولا نحمسوهم كل واحد كيفاش يقول. جيبوا افخاذ دجاج هذوك كما تشوفي راني قطعتهم ونحيت لهم هذيك الجلده. اما العظام الاخرين باسكو حنا الدجاج ما نسحقوش بزاف، جبتهم عند البوشيخ، هو يديزوسي الشاورما، قلت اعطيهم لي عفوا، عطاهم لي وكنت غسلتهم مليح مع هذاك الدجاج بالماء والخل والملح. كي طاب لي هذوك الفخاذتين الزوج اللي درناهم نفتتهم مليح لانه نحتاج الدجاج مفتت. اما ذوك العظام نحطهم اكوتي. البطاطا بعد ما طابت لي نحطها في ريسيبيون ونجيب هذه الاداه ونهرسها يدويا، ما ديريهاش في الميكسور باش ما تجيناش طالقه روحها بزاف. بعد راح نحط عليه هذاك الدجاج المفتت. هنا كي طيبت هذوك العظام مع هذاك زوج فخاذ، كنت ما درتش الماء بزاف كما شفتوني، كاس واحد، وكنت يعني عقدت هذيك لاصوص. تحصلت على مغرف ولا 2 مغارف من هذا لاصوص، شوفوا شحال عاقده. ضفتها لهذيك البطاطا باش تجيني بزاف بنينه. بعد نضيف عليها 3 مغارف ولا 4 تاع لا شابلور، ما كاش فينا اللي ما عندوش خبز يابس وترحيه. نعبز الكل مع بعض. لا شابلور هنا باش يتشرب لنا السوائل اللي يكونوا في البطاطا. بعد نحاول نشكلها كره، بعد نديرها بشكل اسطواني، يعني من تحت تكون رقيقه من الفوق تكون سمينه. نحفرها هكا بصبعتيه ونحط هذاك العظم بعد ما طاب لي ونشكلها على شكل فخذ تاع الدجاج. شوفي كيفاش يجي شباب. نزيد معكم حبه نحي هكا كره، نسويها بين يديا، من بعد نشكلها كره، ومن بعد نحاول نديرها شكل اسطواني، من تحت رقيقه ومن الفوق عريضه. نحفرها في الوسط، ندير العظمه، نغلق، من بعد نشكلها شكل تاع الفخذ تاع الدجاج. فوالا. وهنايا الوصفه تاعنا يعني ما يشقاش تروحي تشري 5 ولا 6 تاع فخاذ معمر اللحم وما راح طيبيه خساره، ما نسحقوش الدجاج بزاف. شتوني شحال درت في البطاطا، نحتاجو حاجه قليله. سي بورصا اللي تقولي للبوشري يعطيك هذوك العظام اللي ديزوسي منهم شاورما، حاجه نقيه، وتزيدي تغسليهم وطيبيهم. نجيب هذوك الفخاذ بعد ما كملتهم ونرمدهم في لاشابلور مليح كيما كي تشوفي، ما استعملت لا بيض ولا يحزنون. من كوتي راني دايره المقله فيها زيت باش نلقاها سخونه، يعني ما نروحش نقليه في زيت تكون بارده باش ما يتشربليش. انا حبيت هذه البطاطا تاعي ما تشربليش كامل الزيت. نرمدهم كامل بهذه الطريقه، وما تحتاجيش يعني للبيض كي تكوني ترمدي فيهم. كمل كامل الحبات ونروحو نقليوهم. كيما قلت لك النار تكون قويه والزيت تكون بزاف سخونه من قبل. نحط وحده قدام وحده، يعني هنا راه كلش طايب، راح نحمرهم فقط. نقلبهم كل مره، نقلبهم الجهه ونشوفوهم في صحن التقديم. الوصفه تاعنا راهي جاهزه، تستحق التجربه لانه بزاف بنينه وراح تعجب الكبير والصغير، ما نكذبش عليكم. ديجا ريحتها تكفي وتوفي، والبنه تاعها ما نحكي لكمش. نتمنى الوصفه تاعنا اليوم تكون نالت اعجابكم. جربيها وشاركينا تطبيقاتك في لي كومونتير، وحتى واذا ما جربتيهاش شاركينا رايك فيها في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم احبتي دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات سهله بسيطه واقتصاديه. الناس اللي مازال ما اشتركتش في القناه نقول لك اختي واش راكي مرضيه. كمان نحوسوا على الوصفات اللي ما تكلفناش دراهم بزاف، وانا وصفاتي اقتصاديين. مرحبا بالجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.